السلام عليكم أولاد خالتي المحترمين. خلونا بهذه الحلقة نتناول 4 مواضيع. الأول له علاقة بهستيريا الإمارات بعد تدخل ابن سلمان بقوة بملف السودان وعرضه على ترامب وحديث ترامب، والموضوع الثاني حول لبنان وجيش الكيان وآخر الأخبار العاجلة اللي وردت قبل قليل، والموضوع الثالث حول التصعيد السعودي الجديد بملف اليمن مقابل رد مباشر من قوات صنعاء لوقف التوغل، والموضوع الأخير حول تورط معتز عزيزي بملف التهجير اللي عم بيصير حاليا بقطاع غزة. فخلونا نشوف التفاصيل لكن بعد هذا الفاصل. هنا السفارة بدون علم والبدون لافتة ما معروفة، لكن احنا عارفين سفارة دولة الإمارات، واحنا بنقول لك يا بن زايد أيها الرئدير زدت في القصف دون وتمادى، أنت قد دونتنا حتى مكيب الشمس هلك من زيادة، قسما نغلزه إنه زدت زدناك عنادة، قسما أغلظ ونبرح إلا بعز الناس أول نص الشهادة. مثل ما تابعتم خلال الساعات الماضية، ترامب طلع وقلب المشهد رأسا على العقب بعد ما كشف إنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو اللي دفع واشنطن للتدخل بقوة بملف الأزمة السودانية. وترامب حكى بصراحة إنه ما كان متابع أصلا الملف السوداني بالتفصيل لحد ما إجا ابن سلمان وجلس معه وشرح له القصة وتاريخ الصراع وحجم الكارثة. والنتيجة يا ابن خالتي، ترامب قال إنه بلش يدرس الملف بعد نص ساعة فقط من شرح ترامب أو من شرح ابن سلمان لترامب، وإنه راح يستخدم سلطته لوضع حد فوري لهاي القصة. على المقلب الثاني، من اللي أصابوا الجنون والهستيريا رسميا الإعلام الإماراتي عبر منصات التواصل اللي بلش مباشرة يغرد، وكان في بشكل واضح نبرة انزعاج وارتباك، خصوصا من فكرة انه ابن سلمان هو اللي حرك الملف عند الامريكيين. بعض الكتاب والمقربين من ابو ظبي حاولوا يقللوا من كلام ترامب او يبرروا انه مش جديد بس النبرة كانت باينة. على سبيل المثال شوف مذيعة سكاي نيوز عربية تسابيح مبارك اللي قالت لك سلطات بورتو السودان التي رفضت مقترح الهدنة الذي قدمه مسعد بولس ومقترحات الهدنة التي قدمتها الرباعية ترحب بجهود السلام. جهود السلام هي تجسيد مبدأ لا للحرب وليس بل بس الشعار الذي يتبناه جيش الحركة الإسلامية وقياداته. ترامب سينخرط بشكل أقوى بملف السودان نعم، لكن مسار واشنطن فاعل فيه أساسا عبر الرباعية بقيادة السعودية والإمارات ومصر. فهل حانت لحظة الحقيقة في السودان وسيوضع الجميع أمام مسؤولياتهم؟ واضح جدا من كلام تسابيح مبارك إن عم بتهاجم البرهان لأنه بزعمه برفض الهدنة وبيحكي إنه مع السلام، لكن بنفس الوقت التغريدة مثل ما شفتوا كان فيها نبرة انزعاج واضحة من دخول ترامب بقوة على ملف السودان، لأنه بيحرج الرباعية وخاصة الإمارات، فحاولت تظهر أنه واشنطن أصلا ماشي بموضوع الرباعية من زمان. وهذا طبيعي لأن إعلامية بتشتغل بقناة سكاي نيوز إماراتية. ومش بس هيك يا بن خالتي، بل راحت وزارة الخارجية الإماراتية قبل قليل ونشرت إحصائية بتقول لك فيها أن الإمارات قدمت 784 مليون دولار مساعدات للسودان من وقت ما بدأت الحرب، وبتحكي أنه هاي المساعدات هدفها دعم الجهود الإنسانية ووصول الإغاثة للناس المحتاجة داخل السودان. طيب هاي الإحصائية ممتازة جدا، لكن للأسف ناقصة. ما خبرتنا وزارة الخارجية الإماراتية قديش قدمت أسلحة لميليشيا الدعم السريع اللي قبل قليل صدر تقرير عن الجارديان شرحوا فيه بالتفصيل قديش الإمارات عم بتقدم أسلحة للدعم السريع وطريق الإمداد اللي عم تسلكوا هاي الشحنات. كذلك طلع قبل قليل الناشط الإماراتي المعروف سليمان الهتلان وأبدأ انزعاجه لما كتب يدمرون بلدانهم بأيديهم بجهلهم وغطرستهم وجشعهم، ثم يلومون الإمارات، ثم يشنون ضدها حملات تزييف وإرجاف، ثم يتوسلون لها كي تتدخل وتتوسط لهم في المحافل الدولية، ثم يعودون لموال علمناكم وبنينا مدارسكم ورسمنا شوارع مدنكم قل موتوا بغيظكم وبلطوا بحركم. الله أكبر، حزب الله ونعم الوكيل في الدعم السريع، حزب الله ونعم الوكيل في الدعم السريع، حزب الله ونعم الوكيل في محمد بن زايد، حزب الله ونعم الوكيل في محمد بن زايد، حزب الله ونعم الوكيل في محمد بن زايد والدعم السريع. يا الله زي ما بهدلونا وشردونا من بيوتنا، الله يشردهم في الدنيا وفي الآخرة يا رب. حسب الله ونعم الوكيل في الدعم السريع. الله ينصر الجيش السوداني، الله ينصر القوات المسلحة،
الله ينصر الجيش السوداني والقوات المسلحة. هذا فيما يتعلق بملف السودان والإمارات وابن سلمان وترامب. الموضوع الثاني له علاقة بلبنان، اللي قبل قليل طلعت أخبار عاجلة جدا بتقول نقلا عن صحيفة إسرائيل اليوم إنه الجيش الإسرائيلي يستعد لتنفيذ هجوم مكثف على لبنان قد يستمر لعدة أيام، وبيقول يعني الهجوم المرتقب على لبنان يأتي في ظل تقديرات برد الجماعة في لبنان بالصواريخ والمسيرات. وأيضا بقول التقرير أو بزعم إنه معدل التعافي لجماعة الحزب يفوق معدل إحباط إسرائيل له، وإنه إسرائيل لا تتوقع من الجيش اللبناني تفكيك الجماعة، والجيش الإسرائيلي سيعمل على ذلك. هذا يا ابن خالتي الأخبار العاجلة. طيب شو القصة؟ باختصار يعني عشان ما نفوت بتفاصيل كثيرة، من المتوقع فعلا إنه الجيش الكياني يشن هجمات كبيرة على لبنان، والظاهر كون خلال الفترة الماضية بنك أهداف، ربما يكون 100 200 300 500 الله أعلم، من بنوك الأهداف الدسمة. طيب الآن شو اللي عم بخلي أصلا جيش الكيان ما يروح يضرب مباشرة من دون ما يفكر؟ باختصار لأنه هو يتوقع أنه الجماعة في لبنان يردوا عليه، ربما بعشرات ربما بمئات الصواريخ ومئات الطائرات المسيرة، وهذا اللي عم بخليه يراجع حساباته قبل ما يقوم بأي خطوة. لأنه مثل ما بتعرفوا إسرائيل الآن يوميا بتضرب بلبنان، بتدمر، بتغتال، بتنسف منازل، وما حدا عم برد عليها، وهي عاجبها الوضع جدا. فبتقول لك ليش أنا أفوت بمعركة تستمر عدة أيام وينكسر هذا القرار اللي احنا عملناه أو الحد اللي وضعناه إنه نضرب وما حدا يرد علينا. ولكن وين الخوف عزيزي المشاهد؟ اللي بخاف منه الطرفين، إنه الأمور تخرج عن السيطرة ويكون المخطط له علاقة بأيام وتستمر المعركة إلى شهور، خاصة إذا تدخل موضوع العناد بالموضوع. على سبيل المثال مثل ما كانت تعمل إسرائيل بقطاع غزة بالسنوات الماضية، يكون في عندها بنك أهداف وتقول يا عمي أنا مستعدي لأدفع الثمن. شو الثمن؟ يعني راح تنضرب كم بناي ويموت له 2 أو 3 وينجرح له مثلا 20، وبكون أنا حققت أهدافي من هاي المعركة. ولكن الأمور إذا خرجت عن السيطرة ربما الحزب يحس حاله بموقع قوي، خاصة إذا كان في مفاجآت، وما يقبل يوقف المعركة في حال إسرائيل مثلا خلصت بنك الأهداف وقالت السلام عليكم أنا بنسحب. هون ممكن يستغل الموضوع الحزب ويقول إذا إسرائيل رجعت مرة أخرى ضربت لبنان فإحنا راح نكمل، وبالتالي إسرائيل تأخذها ذريعة وتقول يا جماعة شوفوا كيف إحنا ضربنا ولكن وقفنا والجماعة ما زالوا مستمرين، فإسرائيل تستبيح لبنان. وفي عندها كتير بنك أهداف له علاقة بالدولة وليس بلبنان، في المطار، في الميناء، في الوزارة، في رئاسة مجلس الوزراء، في القصر الجمهوري، في عشرات آلاف الأهداف اللي ممكن تضربها إسرائيل في لبنان، منها محطات الكهرباء، الإنترنت، أشياء لا تعد ولا تحصى. بالنهاية أنت عم تحكي عن دولة. أيضا ربما كمان إسرائيل تقدم على اغتيال الأمين العام في حال هن بيعرفوا وين مكانه، وربما يكون بيعرفوا وين مكانه وهو بظن إنه ما بيعرفوا، وربما أصلا مش راضيين يضربوا حتى يتأكدوا وين مكانه، وتكون ضربة معنوية أو افتتاحية مثل ما صار بالحرب السابقة. على كل حال إن شاء الله ما بتصير الحرب، وبنشوف شو بصير خلال الأيام والأسابيع القادمة. كذلك قبل قليل صدر تقرير عن صحيفة الأخبار اللبنانية بعنوان تحفز سعودي على الحدود، صنعاء تصد محاولات توغل شمالا. التقرير مطول لكن باختصار بيحكي إنه المملكة العربية السعودية رجعت تتحرك عسكريا داخل حدود اليمن، خصوصا في الجوف والخط الصحراوي اللي بيوصل لحضر موت والمهرة. قوات صنعاء بيقول التقرير صدت خلال الأيام الماضية محاولات تقدم لفصائل مدعومة من الرياض، وهذا رجع التوتر العسكري بقوة شديدة. وبيقول التقرير إنه الاهتمام السعودي بالجوف مش صدفي، لأن منطقة استراتيجية ونفطية وبتفتح بوابة واسعة للتمدد باتجاه الشرق. ومع الهدنة السعودية ما استغلت الهدوء للسلام بل لتثبيت نفوذها عبر تشكيلات اللي بتسميها قوات درع الوطن وتحريك ألوية جديدة باتجاه الساحل والمهرة. وبضيف التقرير إنه صنعاء وصفت هاي التحركات
بأن أعمال عدائية، وأكدت أن السعودية مش راجعة للطاولة السياسية بل راجعة لتغيير خارطة السيطرة. كذلك بيشرح التقرير أن السعودية عندها طموح أعمق وأكبر من مجرد إعادة الانتشار، وهو الوصول للبحر العربي عبر المهرة عشان تمد خط نفط لميناء نشطون وتبني منفذ بحري مستقل بعيد عن مضيق هرمز. القبائل قبل هيك وقفوا هذا المشروع السعودي، لكن الرياض عم بتحاول ترجع بطرق جديدة، والأخطر بحسب التقرير إنه المملكة العربية السعودية عم تشتغل بهدوء تام على مشروع اسمه قناة سلمان المائية اللي بوصل الخليج ببحر العرب بطول 1000 كيلومتر، من 400 كيلومتر داخل اليمن وتحديدا عند حضرموت والمهرة. وبيقول التقرير انه تنفيذ المشروع ممكن يجي عبر فصل حضرموت ودفعه نحو وصاية سعودية، مش بالضرورة يكون احتلال مباشر. وبنفس الوقت صنعاء كانت جاهزة وردت عسكريا، وأفشلت جزء من المحاولات السعودية للسيطرة على الخط الصحراوي خلال اليومين اللي فاتوا. هذا فيما يتعلق بالملف السعودي اليمني. في عنا الموضوع الأخير واللي بنختم فيه الحلقة له علاقة بالتقارير الأخيرة اللي كشفت عن شغل خطير عم بصير داخل غزة تحت عنوان مساعدات إنسانية، وهو بالحقيقة تهجير ناعم للغزيين. الجمعية اللي اسمها المجد لأوروبا طلعت واجهة وهمية وعم تشتغل بتنسيق مباشر مع جهات إسرائيلية، منها مكتب الهجرة الطوعية التابع لوزارة الجيش الصهيوني، والجماعة عم برتبوا رحلات سرية لإخراج الناس من قطاع غزة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 1500 و 2700 دولار للشخص الواحد، وبرحلات غامضة طالعة من مطار رامون وعم بتودي الناس على جنوب افريقيا بدون ما حتى يعرفوا لوين هن رايحين. واعتقد خلال الايام الماضية شاهدتم فيديوهات لناس غزيين بداخل طائرة ومش عارفين هن وين رايحين، واصلا ما معهم اوراق ثبوتية ولا جوازات سفر، وكانوا موجودين بجنوب افريقيا، والسلطات كانت عم بتحقق انه كيف وصلوا هذول الجماعة الى المطار عنا. على كل حال يا بن خالتي، كان لافت جدا ظهور اسم معتز عزايزي بدائرة الشبهات. في كثير ناس وتقارير عبر وسائل التواصل حكوا انه له علاقة بنشاط هاي الجمعية المشبوهة، سواء بالترويج او بالزيارات اللي كان يعملها، خاصة انه تاريخه معروف باعلانات عن جوازات سفر وطريقة تغير مواقفه بعد خروجه من قطاع غزة، وهذا الشيء خلى ثقة الناس فيه تهتز وما يعودوا يثقوا فيه، وأيضا وجهوا له هاي الاتهامات، لكنه هو نفى عبر صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن تلقى هجوم كبير وهائل من النشطاء داخل قطاع غزة. ويقال حتى الآن صار طالع من قطاع غزة بهاي الطريقة تقريبا بين 2000 وال 2500 شخص، يعني فيك تقول تهجير ناعم. بس هاي المواضيع اللي كنا حابين نحكيها معاكم بالحلقة، بس هيك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.